تم حضورنا اليوم لافتتاح أحد مشاريع مبادرة ريادة، والتي تم تدريبها في المركز التابع لجامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للمتدرب صادق عبد الخالق، وتحت مسمى المركز الوطني للتدريب والتأهيل. ونتمنى له الموفقية إن شاء الله، كونه يعد من المشاريع الريادية المتميزة لتدريب وتطوير متدربين آخرين على اللغات، ونتمنى له الموفقية إن شاء الله. حضرنا اليوم حفل افتتاح أحد أبطال ريادة في جامعة ديالى، مبادرة ريادة التي أطلقها دولة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. اليوم حفل افتتاح المعهد العراقي للتدريب والتطوير للمتدرب صادق عبد الخالق كاظم، واليوم مثل ما تشوفون نشهد حفل افتتاح هذا المعهد العراقي للتدريب والتطوير لتعليم اللغة والحاسوب ودورات التنمية. نتمنى أن يكون هذا فاتحة خير في محافظة ديالى لتدريب الكوادر في دوائر الدولة جميعا. من هذا المكان ننصح جميع الشباب العراقي الانخراط في هذه المبادرة الذي أطلقها دولة رئيس الوزراء. ومرة أخرى باسم كل المتدربين أقدم الشكر إلى دولة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني على هذه المبادرة الجميلة التي أصبحت حلم كل شاب عراقي، وإلى رئاسة جامعة ديالى المتمثلة بالأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك وعمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، الذي أولى اهتمام كبير في هذا لخدمة أبناء الطلبة من الطلبة والخريجين ومن مختلف جامعات العراق. إني المتدرب صادق عبد الخالق كاظم من محافظة ديالى قرية هويدر. نشكر دولة رئيس الوزراء على هذه المبادرة التي أطلقها، وهي مبادرة ريادة بإشراف الدكتور علي خليفة برياس. ودخلنا دورات بالجامعة لمدة 5 أيام، والحمد لله قدرنا نفتح مشروعنا معهد التدريب والتطوير العراقي. نوجه كلمة للشباب اللي عاطلين عن العمل بأن يدخلون بهيج مشروع مبادرة ريادة، يقدرون يطورون من نفسهم.